جوكر فولي ادو. من هنا ورايح هنقول جوكر 2، ها مش كل مرة هذكر اسم الفيلم اقول العبط ده. انا مش كاتب سكريبت ومش محضر كلام، ويعني بص انا لسه شايف الفيلم وجاي اتكلم بس، فيعني الفيديو ممكن يكون مش منظم شوية، بس انا جاي اقول اللي في دماغي يعني. ففيلم جوكر الجزء الاولاني لما نزل رسر الدنيا كايرادات وكتاثير على الناس، وناس كتير صنفته ان هو واحد من افضل الافلام، ودي حقيقه هو كان واحد فعلا من افضل الافلام في 2019. بس هي المصيبه في فكره ان هو حقق اعلى ايرادات لفيلم مصنف للكبار فقط وقتها. يعني هو الريكورد بتاعه لسه مكسور من شهرين في فيلم ديدبول اند وولفرين، بس قبل ديدبول اند وولفرين كان اكتر فيلم محقق ايرادات وهو للكبار فقط هو جوكر الجزء الاول. فالمصيبه بقى جت من هنا ان ورنر براذرز قالت ده احنا صارفين عليه 50 مليون والفيلم جاب لنا فوق المليار. راحوا كلموا توت فيليبس، قالوا ايه يا معلم عامل ايه، بقول لك احنا عايزين نعمل جزء تاني. فهو شكل توت فيليبس كان يعني انا ما فيش دماغ للعبط ده، فاعمل ايه؟ طب اخلع منهم ازاي؟ انا هعجزهم، هقول لهم اي حاجه تطفشهم، فاهم؟ اللي هو يروحوا يشوفوا مخرج غيري. فراح كلمه قال لهم بصوا، انا لو هعمل جزء تاني انا عايز 200 مليون دولار مبدئيا، تمام؟ وهعمله ميوزيكال مش هعمله فيلم عادي. على اساس بقى ان ايه ورنر براذرز يقولوا ايه العبط ده، لا احنا مش موافقين. اما ورنر براذرز قالوا تمام لو عايز فوق ال 200 مليون خد، وميوزيكال يا عم هنجيب لك حكيم يغني في الفيلم. راح هو قال ايه الناس العبيطه دي، فاهم؟ هو انا حاسس ان ده السيناريو اللي حصل قبل الفيلم، ما هو ما تقنعنيش ان الفيلم ده كان مخطط له ان هو يطلع بالشكل ده ميوزيكال بالطريقه دي. يعني 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 الفيلم ده لو كان اخرجه مثلا ديميان شازيل كان ممكن يبقى فيلم حلو، بس اساسا توت فيليبس مش مخرج ميوزيكالز و... والميوزيكال اصلا مش بيتعمل بالطريقه اللي كانت في الفيلم. يعني انت لما تشوف الاغاني في لالا لاند فالاغاني بتعلي معاك الفيلم، بتعلي معاك الاحساس بالحب وبالحلم اللي هم عايشينه وبتاع. الاغنيه بتعلي في الفيلم، لكن مش فكره ميوزيكال او تعريف كلمه ميوزيكال، عشان في ناس برضو بتبقى فاهمه كده، اللي هو مثلا قاعد على القهوه وبكلم صاحبي فيديو كول اقول له ايه يا معلم انت فين، انا قاعد من بدري. فالاقي بقى ناس طلعت من وراه ترقص ويقول لي انا بلبس الكوتشي وجاي، مش ده الميوزيكال. هم عملوا كده في جوكر الجزء الثاني ده، هم عملوا العبط ده فيه يعني. طب بص تعالى نتكلم، انا زي ما بقول لك انا مش مقسم حاجه ومش كاتب حاجه، بس تعالى نتكلم على المميزات اللي في الفيلم. اول ميزه اداء واكين فينيكس في الفيلم 10 على 10. يعني حاجه، لا يعني ده ما فيش عليه كلام. عمل اداء زي اداء الجزء الاول، حاجه محترمه. اداء ليدي جاجا، انا بحب ليدي جاجا، يعني ادائها في استاريز بورن وهاوس اوف جوتشي. هاوس اوف جوتشي فيلم زباله بس ادائها فيه كان حلو، وفي استاريز بورن برضو كان ادائها كويس. ويعني انا هي حتى لو كان ادائها وحش في جوكر 2 ده انا هبقى متفهم، لان هي الخيار الامثل لدور هارلي كوين. يعني انا اعتقد ان ليدي جاجا هي وصف كلمة هارلي كوين في الحياة الواقعية. انت لما تشوف صورها في الحقيقة وبتلبس ايه وبتعمل ايه، دي هارلي كوين في العالم بتاعنا، فاهم؟ فيعني هي انا بصراحة لما عرفت ان ليدي جاجا في الاخبار قبل الفيلم ان هي اللي هتعمل دور هارلي كوين كنت متفائل، وهي فعلا بصراحة ما خيبتش املي. يعني هي عملت دورها كويس، يعني المشكلة ما كانتش فيها في الفيلم. الميزه التانية او التالتة السينماتوجرافي. الفيلم على المستوى البصري رائع، يعني على المستوى البصري حقيقي مذهل، الالوان والاضاءه والتصوير ويعني كل حاجه انت بتتفرج عليها كانت مش طبيعيه، يعني حاجه فاهم، يعني مبهره. وعلى المستوى السمعي برضو بعيدا عن الاغاني اللي في الفيلم، المستوى السمعي اللي هو السكور او الموسيقى بتاعت الفيلم كانت حلوه، مش احسن من موسيقى الجزء الاول ولكنها برضو حلوه. تمام كده، دي المميزات. ايه بقى السلبيات؟ هل انهم عملوا الفيلم ميوزيكال ده دمر الفيلم؟ لا، هو انهم عملوا الفيلم ده اصلا ده دمر الفيلم. يعني احنا ما كناش محتاجين جزء تاني اساسا لجوكر. فيعني انت عندك القصه اصلا قصه مش حلوه، وقصه ما تتعملش جزء تاني. ويعني الفيلم ده كان ممكن يتعمل فيلم قصير على اليوتيوب، فاهم؟ وكنا كانت الليله كلها هتتلم، بدل ما انت عامل لي فيلم ساعتين وتلت تقريبا اطول من الجزء الاول. وتاني حاجه احنا طلعنا بيها من الفيلم ده ان مفيش جوكر زي بتاع هيث ليدجر. ما يعني انا كنت على امل ان والله واكين فينيكس في الجزء الاول عمل اداء محترم جدا، عمل اداء في ناس قالت ده احسن من هيث ليدجر، بس بعد الجزء الثاني ده فلا، يعني هيث ليدجر في حته لوحدها، حته لوحده. رغم ان هو عمل فيلم واحد، ده عمل فيلمين، الفيلم التاني قلل من رصيده يعني مش علاه، رغم ان انا بقول لك هو اداؤه محترم، لكن كقصه جوكر فلا، انا احترامي وتقديري لهيث ليدجر اكتر بكتير من واكين فينيكس على شخصيه جوكر. فالفيلم ده هنقيمه كام؟ مش عارف بصراحة، يعني أنا ما قيمتوش لحد دلوقتي، بس تعالى كده نقول يعني إحنا عندنا القصة وحشة، أدي كده الفيلم هينقص نجمة.
التمثيل حلو، كده الفيلم هيبقى نجمة. السينماتوجرافي حلو، السينماتوجرافي والموسيقى مع بعض، يعني مش هندي دي نجمة ودي نجمة، السينماتوجرافي والموسيقى نجمة. يبقى كده الفيلم اخد نجمتين، نجمة على التمثيل ونجمة على السينماتوجرافي والموسيقى. مش الموسيقى، الاغاني، لان انا عندي مشاكل كبيره مع الاغاني دي، بس مش عايز اتكلم تجنبا للحرق، لان هيبقى في فيديو ان شاء الله حرق قريب يعني. و هو الفيلم 2 من 5، ويعني فاهم. ف روح شوف الفيلم، الفيلم يستحق المشاهده، اكيد احسن من باتمان فيرسس سوبرمان. انا مش محب كبير لعالم دي سي يعني، بس الفيلم يستحق المشاهده. ما تعليش طموحاتك، لا على مستوى ان هو فيلم الجوكر، ولا على مستوى ان هو فيلم ميوزيكال يعني. لا، انت لو عايز فيلم ميوزيكال روح شوف مثلا ذا جريتست شو مان، هيعجبك اكتر كميوزيكال. لكن كفيلم انت عايز تروح تشوف والله عملوا ايه الجزء الثاني بتاع، عايز تنبهر بالصوره، قول للي بيعرض الفيلم في السينما، قول له يوطي الصوت. يعني انت لو وطيت الصوت واتفرجت والله هتستمتع اكتر بكتير قوي من لما تسمع اللي هما بيقولوه يعني. وبس كده، ان شاء الله في فيديو هينزل اليومين الجايين يعني، فيديو حرق بس اما يبقى فيه كام حد كاشف الفيلم عشان نقدر نتكلم براحتنا يعني. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب وبس كده. السلام عليكم.